أذكى الطيور. في عالم الطيور لا يقتصر الذكاء على الإنسان وحده، فهناك مخلوقات صغيرة الحجم لكنها تحمل عقولا مذهلة، ومن بين هذه المخلوقات نجد طيور أدهشت العلماء بذكائها وقدرتها على حل المشكلات، بل والتفكير بأسلوب يشبه البشر. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. معاكم جدة ملك، وتعالوا نسمع الحكاية. بتقول: من أبرز هذه الطيور طائر الغراب، هذا الطائر الأسود الذي طالما ارتبط في الحكايات الشعبية بالشؤم، هو في الحقيقة واحد من أذكى المخلوقات على وجه الأرض. لقد أثبتت الدراسات أن الغراب يستطيع استخدام الأدوات لحل المشكلات، مثل وضع العصا داخل الزجاجة الطويلة لاستخراج الطعام، بل والأغرب أنه يتعلم من أخطائه وبيخطط للمستقبل. أما البغبغاء الأفريقي الرمادي فقد صار نجما في مختبرات العالم، لأنه يستطيع تعلم مئات الكلمات وربطها بمعان صحيحة، بل أحيانا يجيب عن أسئلة وكأنه يفهم الحوارات. كان هناك ببغاء اسمه أليكس عاش مع العلماء أكتر من 30 عام، وكان بيتميز بالألوان والأشكال والإعدادات بدقة مذهلة، حتى وصفه الباحثون بأنه طفل في الرابعة من عمره. ودخلوا ريش طائر. وهناك أيضا طائر العقيق الذي يقوم بتخزين الآلاف الحبوب في أماكن مختلفة، ويتذكر موقعها حتى بعد شهور طويلة. ذاكرة لو امتلكها الإنسان لما ضاع منه شيء أبدا. هذه الطيور علمتنا أن الذكاء ليس حكرا على شكل أو نوع واحد، بل هو نعمة موزعة في كل المخلوقات بطرق مختلفة. ولو وصلتوا معي لحد هنا، فضلا وليس أمر، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك. كومنتي جميل منكم فيه سر على الحبيب. وعايزة أقول لكم: لا تحكم على المخلوق من شكله أو حجمه، فربما يخفي وراء بساطته عقلا أعظم مما تظن. وفي النهاية الذكاء هبة، وقد تجدها في أجنحة صغيرة تطير في السماء، لا في العقول الكبيرة فقط. وكده الحكاية خلصت يا حبايبي. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا أغلى الناس.